الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الباب الثاني يعني درجة دويم دفي درجة هنفكة ودشي الجورفة تشبينه في زكاة الذهب والفضة تسعكي بتاي بحث شتكة زكاة زيرو زيفا، وفيه عدة مسائل وجلي بوبت يتدهي اجمارك بوبتا. المسألة الأولى بوبت أولي يأيكي حكم الزكاة فيهما، الباش حكم الزكاة زيرو زيفا تشيا واجب سنة، وأدلة ذلك ودليلة چنده يدفي حكمهانه. تجب الزكاة في الذهب والفضة، قلت الزيرو زيفا دا زكاة واجبة لقوله تعالى اجبر قلتنا رب العالمين والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني هنديك اونا بيتوكو زيرو زيفا دانا سري ولا ينفقونها في سبيل الله، وننفقين طريق خد تعالى دا زكاة وانا ندر اخن، فبشرهم تمزجيني بدوانا بعذاب أليم بعذابك بيش. ولا يتوعد بهذه العقوبة، يعني اف عقوبها نه جف بيل كسي نائنا كرن إلا على ترك واجب، إلا أجر أفنا بد أيك واجبك بيلت شنيد عقوبك وصا بويدا دانان، أجر نا واجبا وصا جفت في عقوبها لنتهض نكرن. ولقوله صلى الله عليه وسلم وجبال قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام متبجين زكاة الزرزيفة واجبة، وقت قلتي ما من صاحب ذهب نين كسك هبت خضان زيرابت ولا فضة آن زيف هبت ولا يؤدي منها حقها، يعني جوان زيرو زيفتاني حق وانا ندر اخيت كو زكاة إلا إذا كان يوم القيامة، إلا وقت كنت بترجى قيامته صفحت له صفائح من نار، قد بوي اف پارچه تنه يد زيرو زيفا دبنا وكي هندك پارچه آساني يد بحنكري ودش آجري بن فأحمي عليها، يعني دل سر آجري إنا شاراندن في نار جهنم آجري جهنم دا، فيكوى بها جنبه دي طانشتوي بكويكا وجبينه وأنيوي وظهره ورصا بشتوي، كلما بردت هرقا وقصار ببيت أعيدت جاركا دي دلئت زفراندن في يوم أباجت روجة كدايا كان مقداره 50,000 سنة، درجة وروجة 50,000 سالا حتى يقضي الله بين العباد، فجأة حتى خذ تعالى حكمنا في بلا عبد الخلاتيات أبدي عقوبة بي. ولإجماع أهل العلم الرصا أن بجين واجب زكاة زيرو زيفاش بر إكدنجيا زانايا على أن في 200 درهم 5 دراهم، إكدنجل سرفيش عندهانه هر 200 درهم 5 درهم تدا زكاة، وعلى أن المذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. أول فيديو ترجمة ابتدأ الفيديو مما زيادة الدفنا. وعلى أن الذهب باش تشير فيديو تصحيح كي عندك الذهب يعني الزيرة أبا يجمع علماء السر إذا كان 20 مثقالا أجر 20 مثقال بيت وقيمته 100 درهم وبهاي ويجي 200 درهم ببين قلتي تجب الزكاة فيه، زكاة ده واجبة. إذا أبا بوتا ديار بحكم زيرو زيفا زكاة وان حكمه چيه واجبة، يه زكاة جنادة تيقونه كاره. قلت المسألة الثانية مقدارها، بابت دوه سبارت چيه مقدار اوه زيرو زيفه هنه، آیا اگر هاتو مگود زكاة زيرو زيفه ده چند جه دی مقدار يعني چه؟ يعني ده چند جه دی. مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، يعني او زكاة الزيرو زيفه ده واجب تجدر بخي اوه چارك 10 ايكيه، چارك 10 ايكيه چيه؟
يعني تده که دو باشی ده که پارخا و هر وصا بشت دو باشی ده که او در کفت دویش دو باشی چار که او در کفت او زکاتا مالت ده آنکو که 10,000 بن دیگه 10 پارچه هر پارچه که 1000 کم شنیبه 1000 دیگه 4 پارچه ده بنا 4 ربع مانا ده ربع كده هر 10,000 ربع كم جو مشكلة يعني بس بقى بعمليات حسابي بصنعنا تو شيء فارق أهمية ده باشي تشلكي ده دركة بتيسر أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار قلت هر 20 دينارا طبعا بقولوا بتر الدينار هاد كتابة علماء بلد بوش تطب كارنا زر دينار اگر قلت تا دينار يعني زيرة درهم چيا زيفا قلت هر 20 دينار دا زيري تو ده 9 دينار ده هر 20 ده 9 دينار ده وما زاد فبحسابه بجهندي زيادة بيت دل دي في حسابه شي قل او كثر چه زيادة لبيت شو بتر لبيتن وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم قلت هر 200 درهم الزيبي تو ده 5 درهم واجه در اخي وما زاد فبحسابه وهندي زيادة لبيت تو ده دي في حسابه شي لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة چونكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كتاب الصدقة دا چه قد يا زكاة قلت وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر قلت الرقة دا الرقة بحسشيا زيفية عندك يا زيفا بحس زيفية 1 دينار الزيفية بتاتنا درس كرن واق دينار فولا يعني واق درهم او درهم تاتنا درس كرن زيفي بجا چه دين زيفي تا پارچه بيت رستيا بيت آن دين درهم زيفي بن اول قوته بجنش رقة وفي الرقة يعني قاف والسفكة قوته دا قاف يا سفكة هر 200 درهم الزيفي ربع العشرة يعني ما قلت شان چاريكا ده ايكي چاريكا ده ايكي آنكو صاده چند دونيف 200 5 يعني قلت 200 درهم چند ده 5 درهم ولي حديثي هرسش بر في حديث ثاني وليس عليك شيء يعني في الذهب يعني بل عليه الصلاة والسلام قلت الدرباري زريدات شو سرتنينه تو چنا دي حتى يكون لك 20 دينارا حتى زريد البدا 20 دينار 20 مسقال فإذا كان لك 20 دينارا أكر بنا 20 دينار الزري وحال عليه الحول وصالج السردابوري ففيها نصف مثقال تدن نف مسقال دي نف دينار ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهرسش بر چندش اوهاتش پیغمبر عليه الصلاة والسلام من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال پیغمبر عليه الصلاة والسلام هر 20 مثقالا نصف مثقال ورد کرد يزيري هذا ويك مقدار بتزاني زيرو زيف هبن زكاة ويشارك ده ايكي صدي دوني فهم المسألة الثالثة مسألة سي شروطها مرج زكاة زيرو زيفا يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط الآتية قلت مرجع بو هندك وزكاة الزيرة دا انزيفة تدا واجبت اف مرجع تبت هبت هبت كودهن يا ايكي بلوغ النصاب بدوية زيرة انزيفة جهش بيت حد زكاته حد زكاة الزيرة دا چيا قلت وهو 20 مثقالا من الذهب الزيرة دا 20 مثقالا 20 مثقال قلت بنا چند درهم يعني چند غرام 85 غرام 85 غرام تهبن الزيري هنجي زكاة شوية تدا واجبة لحديث علي شبه حديث الإمام علي وليس عليك شيء يعني پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وصل قلت چل سرتنين يعني في الذهب قلت الزيري زكاة جدال بخي اما بلا زيارته الزكاة جنده وده كان جدة حتى يكون لك 20 دينارا حتى 20 دينار هبن اكو ب 20 دينار يعني 20 مثقال فإذا كان لك 20 دينارا اجرت 20 مثقال تخهبون وحال عليه الحول وصار جسر دبوري ففيها نصف مثقال دشكي
دي نف مسقالة دي. ويساوي بالجرامات قلت بغرامة چندن 85 جراما. أبا چند غراما 85 غرام. ونصاب الفضة 200 درهم من الفضة. قلت اگر تفيه بزاني زيفيتا كان يي زكاة دا واجبه. اگر تا 200 درهم زيفي هبون چند 200 درهم زيفيتا هبون هنجي دا زكاة جدي. وطبعا صاجي بسر بوريدن لقوله صلى الله عليه وسلم اجبر قلتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة. بن 5 واقيا دا زكاة نينا إلا تا 5 واقيا بن. قلت والأوقية 40 درهما. وقلت هالواقيا يجي 40 درهما وجا 5 في 40 بتشن 200 مانا. ف5 أواق تساوي 200 درهم. يعني 5 واقيات بنا چند؟ بنا 200 درهم. وبغرامة چنده؟ 595 غرام. 595 غرام زيفي تهبن زكاة دا واجبة. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر. الزيفي دا شاركة دهيك واجبة. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء. قلت أجر هاتو دا زيفي دا 100 درهم 100 درهم فليس فيها شيء. شو تداني يعني إلا بجانا 200 مانا أجر نجي 200 زكاة دا واجبنا إلا أن يشاء ربها. أبتنا بالأجر خدا نوي صدقة كي بخاجب دا واجدايا بس واجب بالزكاة زكاة دا واجبنا چونك نجي حد نصابه. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق. قلت الظانة هميت ايتاني بوي نصاب زيفي 5 واقيانا 5 واقيا موجود بناشان 200 درهم. ونصاب الذهب 20 مثقالا. ونصاب الزريجي 20 مثقالا. شرط دوه حتى زيرو زيفي تزكاة دا واجب بيتن موجود بالفيا بيهتا نصابه. يدويشيا قد بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة. أو شرطت عام يدقشتيا بدكو مالبرينو كاقودي كو زكاة سركي واجبة بد أوجي تذهبن وهي الإسلام يعني بصرمان بيتن هيك بس مسقالتي بس نا بصرمان زكاة سر واجب لنا. ودول الحرية شدي حر بيتن نعبد بيتن. والملك التام وبدرستاي ملكي بيتن. وحولان الحول وهروس الصاجب سرد بولتن. وقد سبق الكلام عليها قد برينو كما بدا السر أخفت. المسألة الرابعة في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر. قلت بابتك يديع باشا اگرك زر يتي بس نجاشنا بيش مسقالة زيف جيتي نجاشنا 200 درهم بس كتنا فايدة أو شوية. قلت لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح. قلت سر قول الراجح قلت أنا درست أفيت هردو كده كلنا كينا بيجي بامن 15 مسقالة زريتي وتقال 100 درهمت زيف بي ولی که منافع زکات دا واجب بیتن. نه چنه نافیده هر جدا ود بتحساب کردن لأنهما جنسان مختلفان چون که یندی که زیر روزیفن دو جنس جدانه فلم يضم أحدهما إلى الآخر. چنا بدون تو یکیش وانه بکن نافیری دا زکات به تمام بکی ام جهینی حد زکاته كالإبل والبقر قلت وكيد جيلو حشترا چنا بدون بجسی حشترا زکات دا واجبه منه از 5 حشترا زکات دا واجبه من 2 حشترا تای دیال 20 چیلا دیگه ما دیال ده چه بید نینه وصل چونکی دو تشته جی جدانه والشعير والقمح هر وصل جه وجنم دو جنس جی جدانه ناشه بدو که دیدا دا بيهن حد زكاته هذا كي جدا ده حساب كي مع أن المقصود منها واحد قد أديال عندكم مرام هر جئك زكاة جبتدان قد وهو ورثة الدفع بيدات يدا زدكي قد وهو التنمية في الإبل والبقر تلبرة فان شلا زدكي فان حشتر زدكي قد والقوت في الشعير والقمح ورثة البلد في جاهها جيب خب كاقيت و جان مجد هر تكاقيت هر إيك مرمى بس ناشنا نفيدا چونكي دو جنسي جي جدانا ولقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أواق صدقة ادبن بينج وقيادة
زكاة واجب نينا. و ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة. قلت فيجا اگر هاتو ما درست كر مروف اكيب كتا ناف يريدا زيرب كتا ناف زيفيدا قلت اكي ما درست كر وصا هنگي ده زكاة الزيفيدا واجب بيت اگر 5 واقعا كيمتر جيبت و پیغمبر عليه الصلاة والسلام يقولش 5 واقعا كيمتر زكاة نينا وقت تتكي ناف ايدا هشتنا نجيش 5 واقعا و تزكاة جدا وتا واجب لكر إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب قلت اگر انت بونمونا 4 واقعا زيفيت هاي هنده زرجيتای دی واقعی کادیا زیوی پیتن کرد دیال چه نبید چون که یک تواکر اول في حالة هذا دا ادبن بينش واقعية دا زكاة دا مخالفي قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواقع قلت حديث بالعكس زيت تواد جدا يعني اگر هاتو تهنت زير هابيتن تو بينش واقعية زيادة بكامل بكي قلت وعلى هذا يعني أبا بينك بالعكس بي أبا بينك تزير هاي بنو من هجدة مسقالا تهند زيفي هاي كو دو مسقالي دي بيتن دي هي تحدي النصاب ناشي بتبكينا فايدة حتى أنا جايتا بس مسقالا وبالعكس بي تشار واقعية زيفي هاي تهند زير هاي تشي كأسري بويم واقعية كو زيفي ده ما كان فايدة ناشي بتبكينا قلت وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم قلت أجر ساكر فيرب بودا بحث زيرو زيوانا كر مالا بوش چونكي سريتا فيتن بيتا چسباندن تو بزانه أجر قلت دينار يعني شه زير خلاص قلت إذا كان عنده 10 دنانير 10 دينار يعني 10 دينار زيرية و100 درهم و200 درهم الزيفية قلت فلا زكاة عليه زكاة السرنينة كوش زيري بداتا باشه و زیوی جینا دادن بوچه چون که 10 دینار یه زیری نگاش یا بیستا و یه زیوی جی صدن و 100 درهم صدن نگاش یا 200 زكاة واجب لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة چون که زیر جدا زكاة ويت تدان هر وصا زیف شي. المسألة الخامسة مسألة بنجي في زكاة الحلي درباره زكاة چکی جنكاية لا خلاف بين صحيح بينهم كي بده بحث كر زيرو زيف او زيرو زيف اگر نيجن كي تن مال دا دينار بخارا كر تهند زيرا كر تيرا كر تا تجارت بيكي ان زيفا انش تدفت هم بخارا كي مال دا او جدايه او بحثيه فيجر اللي بده بحثش كتن جنكا رسكا كهي جوهر كهي بازن كهي قايشه كهي كچه هي الزيري انجي الزيفي قلت لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار والكراء قلت خلاف تدانينا اتناف برا أهل علمي دا كو زكاة واجبة اتوي چكي دا اوه هاتي حاضر كرن برا كرنه آن بتجارته وفي الحلي المحرم ينجي شيء حرام محرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب بقول من ظلامك قستير كا زيريه هاي واجب السلوك داتن شو كذا يحرام بكده هذا قسمك شكية بيجي أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه حيوان ينجي شكي جنكيه يعني چکی ویا بخواد هنده چکی چکتن یهات یه چکرن سر شکل حیوانه که یانجی حیوانه که ناف دا قوتي اوه هصا خر زكاة سر واجبه. أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية قلت أما أو جاكيت حاضر كرن ببكار إنانا حلال ينجي بو عارية بتبدأ فيك بخب كاربين باش بين دفع. فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه. قلت يا درست اشهر دو قوتنت أهل علمي أبا الزكاة دا واجبة چونكي دو قوتنت هنده بجنو واجبة هنده بجنو واجبة. قلت يا درست أبا زكاة ويجي دا واجبة وذلك لما يلي قلت أم بجنو واجبة جبر وان نقطة بهتن يا إيكي
عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. چونك او نصت هاتي درباره زكاة زيروزيفا اتعاما يعني بونو منا آيات يبرني كما خان خدا تعالى قلت والذين يكنزون الذهب والفضة او الزيروزيفا دانا سريكو ننفقين عذابك بإيش أبوان هاي قلت اكر جنيج بيتن بونينا قلت اكر شيء بيت بون نعم زيروزيفا بدان دسر زكاة وين هذا أبا هنجي عذابك بإيش أبوان أبا حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام هر کسی که خدا زیروزی بی زکات و نده زیروزی بی مالوی کنزی بی بیتم مالی نگویی که کیه کینینا جنکه ظلامه حلینینا عامه گوته لو ما جي قلت وهذا العموم ودم دليل التهنئة عاما يشمل الحلية وغيره شاكي جيب خوفات جرن وغيره وش يدوي ما رواه أهل السنن قلت أو حديثك أهل السنن روايات كريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شكيستي عمرو كرو شعيبي جبابي وجبابي لخوفات جوهستن أن امرأة أتت إلى رسول الله جنيك هذا پیغمبري عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها وقلت جلوه كتشكوه هبو وفي يد ابنتها ودستي كتشوه مسكتان دو بازن كابون غليظتان ستيربون من ذهب زيربون فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قلت زكاة فندي؟ قالت لا نخر قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار قلت حسكي خذ تعالى شينوان بتبكت الدبازن كت أجري فخلعتهما قلت هردو جيكرا وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبس نجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت بخده زكاة وهذا الحديث نص في الموضوع قلت أف حديثه هن نصت في بابته هن ده صحكي جايبو أذكر برخاشي تماما أبكارتنا بكارينانك حلال إذن فيده قلت زكاة بده وله شاهد في الصحيح وغيره وقلت في حديثه هن شهادة خويته يعني حديث في شكل هنجي يتهاتين در ريكي دجي الصحاح هذا يوسي ولأن هذا القول أحوط قلت أم بشين زكاة ويزير وزيفيجن كده واجبة أو بخات كتبرخاب كاردين كارينانا كحلال يعني جبتها في حفالة خوا قلت أبا بتر احتياطات ده وأبرأ للذمة بتر ذمة ويد جناه سرابيتن شو جناه سرناميتن چون که اگر دا أبش خلاف دركت بس اگر ندا عندي شكيدا شيء بيتن قلت نوانا درس بتعبد بين زكاة واجبة عندي أبا تقول هكار بيت ولقوله صلى الله عليه وسلم أجبل قلتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو تشكو ريب الشكيب وتشيت كد بهلا هراوي تشتي الشك تدانا بيت المسألة السادسة مسألة شاشة في زكاة عروض التجارة أبدل بولي زكاة عروض التجارة أو متى تيتا حاضر كرم بتجارته العروض عروض شو تشتا جمع عرض وعرض قلت جمع مفرد بعرض وعرض وهو بجا عرض يعني ايك انجي عرض هردو مفردا افا ايك ومعناه ايش قلت وهو ما أعده المسلم للتجارة عرض أو تشتا أو يكون بصرمان حاضر كتم بو بازرقانية من أي صنف كان بجهر جولك مالية هبيتا وهو أعم أموال الزكاة وأشملها قلت جشتيترين مال الزكاة وفجرترين مال الزكاة ها أف عروض التجارة چونكي همه تشاب خبر ديدا تو هندك كتب حاضر كي بو تجارة زكاة واجب تو هنده چه حاضر که با تجارت زکات ده واجبه تو هنده سلاج حاضر که زکات ده واجبه دکان که مارکت زکات ده واجبه مشروعی که ملیش که زکات ده واجبه تا چه تشتی حاضر که با تجارت زکات واجبه ده بس هنده شرط ده این که کنگی واجبه قلت وسمي بذلك بوجد بين عروض التجارة لأنه لا يستقر چونكي نه مستقر بر دوام الدفته بل يعرض ثم يزول بلكي دي عرض كاتن تو دي دانا فوش دي شيت دي يجبتن وكرين فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها هنديك بازرقانا أو يبخاف كتبه نفتن لا وإنما يريد ربحها بلكي فايدة كتبه دانا فيلنا كتبه
بلكي فايدة كتي بيشتر بين من النقدين ايش هردو بارا دبدا هنجي كوزير وزيف بين. والزكاة واجبة فيه، وزكاة واجبة عروض التجارة دا لعموم قوله تعالى جبل قوتنا خود تعالى يا جشتيا فيجا فيجي بخوات يريد وكي رب العالمين قوتي وفي أموالهم حق وتماليوان دا حق كي هي واجب في حقها بيتا داري خسن بوكي للسائل وكسد خازتا والمحروم وكسد ببهرش مالي يعني فقير. ولقوله تعالى وجبل قلنا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أي الإيمان دارا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أو تشتي باقش أفيش كسبتهم بخب دس خابتنا جيب نفق زكاة وبدن. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه جبل قلنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام بو معاذ كوري جبلي خد جرازي بيت قلت أعلمهم وقت فرق اليمني قلت بوانا بدزانين وانا ببحسنا أن الله افترض عليهم صدقة خد تعالى زكاتك والسر وانا واجب كري من أموالهم نف مال وانا دا تؤخذ من أغنيائهم زنجينة وانا دي اتورجتن فترد على فقرائهم هر دي بفقيرة وانا يتزغران دا أفضل للتهميت عامن أتعامن وقتك بحث مالي تكتن هر التمال هابتن زكاة دا واجبة دي الزنجينة تورجتن بفقيري إذن أف تجارة حتى هجي مالا إذن أف نصوص تنويجي ودقرن ولا شك أن عروض التجارة مال وتشك أن عروض التجارة مالا مال كيتا دكانة تجارة هنية مالة هاي إذن وقت بيهيدا نصابت الزكاة ودي. وشروط وجوب الزكاة فيها قلت كنجي واجبة زكاة عروض التجارة بدي قلت مرجت أبنا يا إيكي أن يملكها بفعله كالشراء يعني بدرستهي ببيت ملكيوي بنمونا بكريتا وبدون دكان خدا وقبول الهدية ينجي يبيع ملكيوه أبغيكو هدية كي أكيب هدية داي فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخله قهرا قوتي ميراث ناكبتت بن ببابته هندا وتشت وكيوي أفتكو بفت أن نفتن التتد ناف ملكيته ويدا اگر فعلاته بيتا دفتا درسته فعل چيه از چون مكري هذا دفن مانا از چون من ورقت هديه الشيم قبيل نكم هديه اما ده بو منايت بس من قبيل كر بو من هاد بس ميراثه بشته دانايه ده بوته ايتنو يلويله اذن فيلم ميراث ناكبتت بن في بابته هنفه يعني اگر او مالته هي ميراث بيت زكاة ده واجب نينا زكاة ده واجب نينا. نابت عروض التجارة أن يملكها بنية التجارة وقت التنجي أتكامل كيخة أن يتا تجارة بيت يعني أنت قطعاك كري قطعك عردية تب أن يتا تجارة كري تالبرة أجل تشي شو سر فروشي سياريت كري أن يتا تجارة تالبرة تشي شو سر فروشي يعني صال سر دبشيت في الزكاة جيب يسي أن تبلغ قيمتها نصابا قيمتها في جهة نصابه يعني شو يعني أو سيارة كري أو قطعة كري أو دكانة فكري في جهة نصابه يعني بوي هشتي وبنج غرامة سيارته بكذا باش نجي بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة ديال هندي بدي هر بين شرط دجي تذهب ديال فانس شرطته أو دسبيك مال قوتي كذا كسر كي واجبه بصرمان بيتن يحر بيتن ملكي وبيتن صاصة دبوري تبع فإذا حال عليها الحول وتلقى بك صالب سر تجارته ويدبوري قومت ديتا قيمت كرن بأحد النقدين الذهب والفضة بأيكش هردو بورا تشزير بتشزيف بيتن فإذا بلغت القيمة نصابا هل قبك قيمته ويجهش تحد نصابه وجب فيها ربع العشر بدفيته شارك ده ايكي بدهي شوي ماركت اخر ماركت ده قيمت كتن برا ماركت ده بايم هشتي وبنش غرام الزرتي فهي بله ابتله خلاص زكاة ده واجبة هر صادي دوني بدل ده ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول
قلت چه حسب بهند نایت کردن کاتف کتابه بچند کریه تو بوی قیمت حساب نکی تو دی بوی قیمت حساب کی وقتی سال سر دابوری وی گاوی تو چند فروش اوه تو چند فروش اوه چون کی وقتی تو فروش او مال دی بودید معناه و او مال وقتی تو بجاز وی کتابه 10,000 فروشم دی 10,000 حساب کی اسوی کرسی که دی 5,000 فروشم دی 5,000 حساب کی بوچه چون کی اگه فرود و بی پاره چند پاره بوده 5,000 دی اذا تو دی 5,000 حساب کی کتاب چند دی فروشه و قیمت اوه وقتی سال سر داد بوری چند وی گاوی آه تو دهنگ حساب کی بونو من بری ساله که من اف کتابه 10,000 فرود 10,000 فرود وی گاوی سال سر داد بوری اصلا که 15 فروشم یه قیمت کفته اصلا را بمی بری ساله که حساب کم دی وی گاوی حساب کم وقتی که است ساله مبسر داد بوری و از قیمتت کم والحمد لله رب العالمين.